النهارده احنا بنقف عشان نأكد شيء مهم جدا، وهو انه لا يستطيع احد المزايدة على الدور المصري في القضية الفلسطينية مهما كان هذا الأحد، ومهما كانت طبيعته ومساحة دولته وإمكاناته المادية. هذا الملف هو ملف مصري أصيل، لا يمكن لأحد أن يزايد على مصر فيه. مصر هي دولة المواجهة الأولى، مصر هي التي قدمت 100,000 شهيد في جولات المواجهة مع إسرائيل، وبالتالي أيضا الملف برمته هو جزء من الأمن القومي المصري. دي نقطة أساسية يجب أن احنا نتفق عليها. الجزء الثاني وهو أن الدولة المصرية منذ اليوم الأول للقضية الفلسطينية ليس في مايو 48، لو شفنا مضابط مجلس النواب في بداية الأربعينيات كانت بتحذر من نشأة وتأسيس دولة يهودية على الأراضي الفلسطينية، ولكن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى كانت ضد فكرة الاستيطان، وقد تحملت الكثير والكثير على مدى المواجهات في الجولات العسكرية الأربعة. حينما أقرت مصر بمعاهدة السلام ورأت أن السلام أسلوب يمكن أن يتحقق، كان الرئيس السادات يتحدث على وجه التحديد في خطاب الكنيست، كان يتحدث عن نقطة أساسية، وهي أنه طالب اليهود بمحو حلم الاستيطان. وهذه هي القضية الرئيسية في الموضوع كله، أن حلم إسرائيل هو حلم استيطاني، وبالتالي هي تتعارض مع المصالح ليست المصرية فقط ولكن العربية أيضا، لأن هذا الاستيطان لن يشمل الأراضي الفلسطينية ولكن ربما يمتد إلى كثير من الأراضي العربية. منذ اللحظة الأولى في ما سمي بطوفان الأقصى، وأنا ليا تعليق على هذا الاسم، كان للدولة المصرية دور واضح ومباشر. الدولة المصرية لو احنا شفنا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر المهم اللي عقد بعد أسابيع قليلة من ما سمي بطوفان الأقصى، أكد الرئيس السيسي على أن مصر ضد 3 حاجات: فكرة تصفية القضية الفلسطينية، فكرة التهجير القسري، الولاء لا لتصفية لا اللاءات الثلاثة، ولا بد من إعادة الإعمار بأي شكل، لأن كان المتوقع أن تكون هناك كم كبير من الخسائر، وده على فكرة كانت رؤية استباقية للدولة المصرية. هنا أنا أيضا بتكلم عن مدى انضباط القرار المصري، ومدى رغم أن هذا الجيش الوطني بقوته وتصنيفه الدولي والإقليمي، ورغم ذلك هو جيش رشيد يتحرك وفق معطيات، يدرس الموقف بالكامل. أيضا ما أكد عليه السيد الرئيس في اللقاء ده، وهو على فكرة اللقاء ده هو بعتبره ان هو أساس كل شيء، لأن الحديث كان عن أن إسرائيل تتبع الجماعات الإرهابية وبين قوسين تقصد حماس، وبالتالي الرئيس السيسي قال وجهة نظر واضحة ومباشرة جدا: لو أنا قابلت الناس عندي وإسرائيل وجهت ضربات إلى مصر في سيناء، أنا مش هقف أتفرج. ده مبدأ رئيسي. لو كانت لدى الدولة الإسرائيلية نية في تعقب الجماعات الإرهابية كما تسميها، فليتم نقل كل أبناء غزة إلى صحراء النقب، وبعد انتهاء العمليات يتم إعادته. ولكن هذا الاقتراح طبعا هو الرئيس السيسي هنا ألقى بالكرة في ملعب إسرائيل. وهنا
بان الهدف الاسرائيلي في عمليه الاستيطان. يعني هي القضيه مش قضيه ان انا اتعقب جماعات ارهابيه، القضيه ان انا اصفي القضيه نفسها.